الفرقه دي كعبها عالي، اي شخص لعب كوره على درايه بالمصطلح ده، واللي حرفيا نوصف بيه النادي الاهلي بانه كعبه عالي في مباراه القمه على نادي الزمالك، وده لاسباب كتير. والمصطلح ده بيتكون مع اي لاعب ساعه ما يلبس تيشيرت الاهلي. اول تلت ساعه هي مربط الفرس لنادي الزمالك، اللي اغلب مباراته مع النادي الاهلي بيبدا بجس النبض، اللي مع العلم فرقه بتلعبها من بدايه الخليقه. فجس النبض ده لما تكون داخل كافيه وتقول لحبيبتك كلمه بحرف الباء عشان تجس نبضها، مش مع النادي الاهلي اللي انت عارف اسلوبه من زمن. فاغلب اخطاء المدربين السابقين واللي كنت بعيب عليهم بشده هو الدخول في المباراه باستحياء، وده اللي بيركب الاهلي عليه عشان المصطلح اللي كلمتك عليه في البدايه، وده اللي كنت بعيب كارترون عليه في كل مباراه القمه، انه بيبدا وبيدخل الماتش متاخر بعد ما حرفيا بيكون اخد الضربه الاولى، وتقريبا صاحب الضربه الاولى في مباراه القمه هو الفائز. افتكر في مباراه الخمسه البدايه كانت ازاي، ولما بدات تدخل في الماتش النتيجه اصبحت ازاي، ولكن تظل تفاصيل صغيره خالص فرقت في الماتش ده. الماتشات اللي بيلعب فيها الزمالك ضاغط من البدايه ومتحرر من الضغوط بجد بيعمل ماتشات عظمه، ولنا في مباراه نهائي القرن خير دليل. الاهلي فريق منظم جدا في وجود محمد عبد المنعم ومتولي لو موجود، الاثنين دول فعلا كورتهم حلوه جدا، الا اني ممكن اعيب على عبد المنعم الثقه الزياده. الغريب بقى ان انا مش مراهن على زيزو في الماتش ده، لاني في اغلب مباريات القمه الاهلي بيعرف يتعامل مع اللاعب كويس وبيعرف يخرجه من المباراه، مش لانه لاعب صغير لا، بس لان زيزو بيحس فعلا انه شايل حمل الفرقه وساعتها بيكون عصبي. واللي ما لعبش كوره عمره ما هيعرف احساس انك في الوش وانك النجم الاول اللي المفروض تشيل فرقتك. الغريب اكتر ان انا مراهن على ابراهيم امضاي وفتوح لاسباب كتير. دفاع الزمالك وايه الثغرات اللي ممكن تكون في النادي الاهلي وتكتيك المباراه هتكلم عليه في الفيديو القادم ان شاء الله، لان مراهن على شويه تفاصيل في المباراه دي. وبرغم ان الماتش يوصف تحصيل حاصل، الا ان الماتش هيكون بطوله في حد ذاته، خصوصا في الفتره الاخيره. لايك وفولو.